السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشوني جدا. هنعمل مع بعض كده البصل المخلل. طبعا البصل مالي السوق والسعر رخيص جدا جدا، ده الكيلو منه ب5 جنيه. يلا عبي كده وايه، وخليلي بقى برطمانات كده ايه بصل مخلل. انا رحت جبت كده شوية بصل اهمت. طبعا في بقى كبير وفي صغير، هبتدي ننقط كده البصل الصغير. البصل الاصفر دوت بيبقى في التخليل جميل قوي قوي قوي، بيبقى طعمه حلو زي بتاع المحلات بالظبط، وهنعمله هيطلع عسل 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 زي بتاع المحلات. البصل الاحمر اللي هو الصغير ده برضو بيتخلل، بس يعني ايه ما بيبقاش حلو قوي زي الاصفر ده. بيبقى فيه كده يعني يعني مش حلو، بيبقى حراق كده شويه. لكن البصل الاصفر ده هو اللي بيعملوا منه ايه بتوع المحلات المخلل. فانا كده ايه هنبتدي بقى ننقض اللي هو البصل الرفيع دوت، بيبقى ايه حلو في التخليل عن الكبير. والكبير دوت ايه هناخده بقى ايه نشيله على جنب كده برضو ايه نستخدمه في نعمل منه ايه نطبخ منه او نعمل منه ايه اي حاجة تاني. اهو دول شوية اللي انا نقطتهم شوية حلوين اهوت، ونبتدي بقى ايه نخللهم. طبعا غليت مية وحطيت انا اهوت نص كوباية ملح. وهبتدي انا اهوت احط كل الكمية اللي انا نقطتها دي في المية المغلية. تيجي نقلب الملح كده، طريقته سهلة قوي قوي، يعني ما بياخدش مني ولا وقت ولا مجهود ولا نعمله، وبيبقى زي بتاع المحلات وزي العسل. اهو هبتدي ان هو تسقطه كله. طبعا هي في ناس بتعمله بطريقة تانية، ان هي ايه بتحط المية على النار وتحط البصل يغلي كده ايه من 5 ل10 دقايق يغلي على النار. لا انا ايه بغلي المية وابقى سقطه، وبنركنه بقى. نركنه ايه ممكن يوم يومين 3 على حسب. يعني ايه انا كل ما تسيبيه كل ما ايه يخش في السوا ايه معاكي. انا كده ايه حطيته 4 ايام، غطيت عليه وسبته خالص، ابتدى ان هو يطرى معايا كده ويخش في السوا. وابتدي ايه نقشره. طبعا بيتقشر معاكي بمنتهى السهولة وطري معايا اهوت، وابتدي ايه اقشره اهوت. نقشر كل الكمية اللي معانا دي، وبعد كده بنبتدي بقى ايه نغسله غسلة حلوة كده اهوت ايه بالمية كده اهوت الجارية كده اهوت، عشان لو في اي حاجة برضو ايه يبقى زي الفل. اهو نقشر واحدة تاني كده مع بعض اهوت، بوريكم ان هو ايه بيتقشر بسهولة. يعني البصل من اسهل ما يمكن، تخليله سهل جدا. طبعا بنكون بقى مجهزين له المحلول الملح. طبعا برضو بنكون غاليين مية ومبردينها خالص. هنبتدي ان هوت ايه اللي احنا ايه هنحطها في البرطمان مية مغلية ومتبردة، وهنحط على كل كوباية مية معلقة ملح. وتكوني مجهزة بقى الهريسة بتاعتك، هريسة الشطة. طبعا عارفين بنعملها ازاي. فلفل بقى حامي كده، حامي على بارد، وشوية خل وشوية ليمون في الكبة كده اهوت. وايه بيتعمل معاك انا بعملها وبحطها في برطمان عندي، وايه باخد منها ايه زي ما انا عايزة. للمخللات للفول لأي حاجة ايه بحطها عليها بتنفعني بصراحة. اهو كده انا خلصت الكمية اللي معايا كلها اهو. البصل قشرناه، ونبتدي اهو طبعا البرطمان متعقم. عقمته بمية مغلية كويس جدا ويكون ناشف. ولو انت هتعملي في برطمان بلاستيك، طبعا لازم يكون البرطمان يكون صحي ويكون برضو ايه متعقم. اهي حطينا الكمية كلها، وزي ما قلتلك طبعا بنكون هنا اهوت غاليين مية ومبردينها خالص. حطيت هنا اهوت برضو ايه كام فلفلاية كده ايه حامية كده ايه، بتبقى حلوة برضو مع البصل. بحب كده احط الفلفل كده الحامي كده معاه كام قرن كده حامي. يعني دي الكمية اللي انا عملتها. وهنجيب بقى هرسة الشطة اللي انا عاملاها في البيت، وهناخد منها كده ايه 3 4 معالق كده اهوت. طبعا زي ما قلت لكم عليها بقى الليمون والخل وعليها كمان زيت.
طبعا بتحط عليها زيت عشان ايه تحفظيها في التلاجة، بتقعد معاكي ايه لغاية ما البرطمان بيخلص. الزيت طبعا ايه بيحفظ الهريسة في البرطمان، مبيجرالوش اي حاجة. هنا ببتدي احط الملح، قلنا زي ما قلتلك على كل كوباية مية معلقة ملح. تيجي نقلبه كويس. طبعا يا حبايبي بقى ما تنسونيش في اللايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك. لو اول مرة بتشوفوني تشتركوا في القناة، تنوروني. خلصت كده المحلول الملحي بقى، هنبتدي نهوت ايه نغطي البرطمان خالص بالمحلول اللي احنا عملناه. لازم يبقى متغطي خالص، وش البرطمان يبقى متغطي للاخر كده اهوت بالميه. وهنحط هنا اهوت ايه 3 معالق كده ايه خل برضو عشان يسهل معايا التخليل اهيت، يسهل معانا برضو عملية التسوية. لو انت مش مستعجلة بقى عليه خالص ما تحطيش خل. هو بيقعد من اسبوع ل10 ايام كده، ما تفتحيش عليه. ياخد اسبوع 10 ايام، وبعد كده تفتحي عليه بيبقى زي الفل كده ايه مستوي. طعمه جميل جدا زي بتاع المحلات بالظبط، والمية بتاعته جميلة جدا جدا زي بتاعة المحلات. لو عجبكم بقى الطريقة وعجبكم الفيديو، اللايك بقى حبايبي والاشتراك في القناة.